خطوط الاعتصام مراقبة ومصورة بشكل كامل، وسيتم رصد المخالفين وأي مخالفات ترتكب ضد القوات. عملية فض الاعتصام تتم بقرار من النيابة العامة. السلام عليكم يا شباب. يوم 14 اغسطس الجاي مرحله جديده ان شاء الله من ثورتنا، نتفق او نختلف مع الناس اللي هتنزل، ولكن لازم ان يكون في مجموعه من النصائح تتقدم ليهم علشان نقدر نعدي المرحله دي ونبتدي مرحله جديده ان شاء الله تكون بفكر مختلف من بعد يوم 14 اغسطس. الناس اللي نازله يوم 14 اغسطس محتاجين ان احنا ننبه على بعض الحاجات البسيطه اللي احنا لازم نتبعها. اول حاجه، ممنوع حضرتك تنزل بالايفون او بالموبايل السامسونج بتاعك، ممنوع تماما انك تنزل ايضا بالايباد او التابلت ايضا بتاعك. طب حضرتك المفروض تتحرك بايه؟ المفروض تتحرك بموبايل زي ده بخط عادي جديد ما يكونش متسجل عليه غير ارقام الاهل والمحامي والاشخاص الضروريين جدا اللي ما لهمش علاقه بالتظاهرات او بالحراك بشكل عام، علشان لما تتعرض على النيابه او يتم فحص التليفون ما يكونش فيه اي ادله تدينك. طبعا بعد اذنك ما يكونش برضه على الموبايل الصغير ده حاطط لي نغمه ضد العسكر او ضد الانقلاب، خلي نغماتك عاديه جدا. ده الشق الاولاني. الشق الثاني، حضرتك بعد اذنك ما تتحركش بشنطه زي دي، ممنوع انك تتحرك بشنط علشان هم بيرصدوا الشباب اللي لابسه شنط وبيتم القبض عليهم. كمان ممنوع انك تتحرك بشال فلسطيني، يكفيك انك تشتري كمامه من صيدليه قريبه وتتحرك بيها. بعد ما تخلص المظاهره بتاعتك اتخلص من الكمامه دي فورا، ويفضل انك طول المظاهره تكون لابس الكمامه على وشك عشان ما يتمش رصدك امنيا، لان بيبقى في مخبرين مندسين وسط المظاهره. حضرتك لو فعال اثناء المظاهره احرص انك وانت بتنسحب انك تتاكد ان مفيش مخبر بيتتبعك، لان كل المظاهرات بيدسوا فيها مخبرين يبلغوا على الناس ويتتبعوهم. وانت بتنسحب من المظاهره او انت بتنسحب من التظاهر بتاعك احرص انك ما تمشوش في مجموعات عشان هم برضو بيستهدفوا المجموعات. احرص انك تمشي فرادى، انك تمشوا فرادى او تمشوا اتنينات وبمسافه كبيره ما بينكم وما بين بعض، علشان لما يتم القاء القبض على مجموعه من زمايلكم تعرف انت تتدخل لانقاذهم او تعرف تنسحب لو انت مش هتعرف تنقذهم. في حاله ان ربنا مقدر لك انك يتم القبض عليك لازم تعرف انك هتروح القسم. اهلك المفروض يعملوا ايه ساعتها؟ طبعا هيبعتوا لك محامي على طول القسم عشان يبتدي يشوف الاجراءات اللي هتحصل معاك ويحاول يقلل الانتهاكات اللي بتحصل لك. وكمان اهلك هيبعتوا معاه شنطه هدوم بسيطه فيها كفرته بسيطه عشان تعرف تفردها في الحجز وتنام عليها، وكمان سندوتشات يفضل ان هي تكون فول وطعميه ومن غير سلطه عشان ما تبصي. اي سندوتشات تانية في الغالب بتبقى ذات تكلفه عاليه، في الغالب الامناء والعساكر بيسرقوها، فيفضل ان احنا نتجنب النوعيه دي من السندوتشات. هتبات ليلتك في الحجز، هتروح تاني يوم للنيابه او النيابه زي ما قلنا في فيديو قبل كده هتجيلك ديليفري. احرص انك تتعرض لنفس الهدوم اللي انت اتقبض عليك فيها وتوثق جميع الانتهاكات اللي حصلت فيك قدام وكيل النيابه زي ما قلنا الفيديو اللي قبليه تقدر ترجع له علشان تعرف المفروض هتعمل ايه. طب بعض الناس بتقول لك هو ايه فايده الكلام ده؟ هقول لحضرتك فايدته في شقين. الشق الاولاني انك بتثبت ان في انتهاكات حصلت لك، الكلام ده بيساعد المحامي بتاعك في القضيه بعد كده قدام. ثانيا انك بتفيدنا في المستقبل لما يحصل سقوط لدولة الظلم دي ونيجي نحاسب هنجيب الادلة من تاني في المحضر برقم كذا وكيل النيابة بناء على اقوال المعتقل او الاسير اثبت ان تم تعذيبه 1 2 3 وان التعذيب ده تم في اسم كذا. فاحنا هنجيب حضرتك ونقول لك تعالى بقى ورينا ادي الضباط اللي كانوا موجودين والامناء اللي كانوا موجودين في الفتره دي مين فيهم اللي عذبك علشان يتم اخذ القصاص منه. كمان وكيل النيابه اللي هيدي حضرتك 15 يوم ده محتاجين ان احنا برضو نوثق انه عارف ان تم في حاله تعذيب قصاده وعارف ان اتقال له انك ما اتقبضش عليك من محيط مظاهره ومع ذلك ادالك 15 يوم حبس احتياطي. هو بيكتب عقوبته هو كمان بايده دلوقتي وكيل النيابه ده، فاحنا محتاجين ان احنا نوثق الكلام ده لان احنا مش هنعيد تاني اخطاء 25 يناير باذن الله. كلام كله منحصر على الناس اللي بتتحرك في حراك المظاهرات، عشان في ناس بتسال طب هو احنا هنفضل سلميتنا اقوى الرصاص؟ اقول له والله ده احنا بنتكلم في الشق بتاعنا، ان الشق اللي مش بتاعنا في ناس متميزه فيه وبتشتغل فيه. شكرا لكم.